السلام عليكم يا احلى اخوات في الدنيا. عاملين ايه؟ اللهم صل على سيدنا محمد واهل سيدنا محمد. النهارده بقى ايه يا حبايب قلبي؟ هنعمله معاكم باميه. بصوا الباميه وجمالها. انا قمحت الباميه اهو. طبعا انغسلت غسله حلوه الاول وقمحتها. صليتوا على النبي، صلوا على النبي واذكروا الله. و... وفرمنا البصل بتاعنا اهو، وعصرنا الطماطم بتاعتنا اهي القوطه. وطبعا دي حته لحمه مفرومه شلتها هي من بتاعت امبارح اللي انا محبشاها، لها عوزه طلعتها ايه اعملها مع الباميه تبقى جميله. خليكم معانا ايه خطوه خطوه. الزيت بتاعنا قدح اهو. البصل بتاعنا بقى يا حبايبي احلى اخوات في الدنيا. الطريقه احلى طريقه للباميه. طبعا ايه الزيت بتاعنا قدحناه ورمينا فيه البصل. ماشي، البصل يبقى بامبي وحلو كده وجميل يا ناس يا جميله اللي في حياتنا. وبعدين ايه اللي ما يعرفش يعمل الباميه، في ياما كتير ما بيعرفوش يعملوا الباميه واحنا شاطرين وبنتعلمه وبنعلمه. طبعا يخش في التحميره كده حلو، يبقى بامبي وجميل. ارمي عليهم ايه؟ ارمي عليهم اللحمه المفرومه، تاخد بردك ايه تشويحه حلوه معاهم، وارمي عليهم التسبيكه يتسبك بقى وتتظبط. وبعدين ارمي ايه؟ احط عليهم الباميه لما التسبيكه بتاعتنا تاخد السوى الصح بتاعها. ونعمله بقى جنب منها كده شويه رز ابيض، ونعمه ورده للي يرضى، ونعمله سلطه، وعندنا مخلل، ونعمه ورده للي ايه للي يرضى، يا حلوه يا بيضه يا متدلعه. شكرا لحبايب قلبي اللي مشتركين معانا، وشكرا لتعليقاتكم الجميله. ايه رايكم بقى في الجمال؟ احلى طريقه للباميه. ودعواتكم كده لاخواتنا في غزه، ربنا ينصر امه الاسلام ويلطفها على الجميع يا رب. اللهم امين. طبعا البصله بتاعتنا خدت السوا بتاعتها اهي يا حبايبي، بقت بامبي وحلوه اهي عشان ما تنحرقش معانا. ماشي، نحط بقى ايه حته اللحمه بتاعتنا دي. احلى طريقه للباميه، احلى طريقه للباميه الاسكندراني، الباميه اللي قلبكم يحبها. طبعا يا حبايبي اخدت التشويحه بتاعتها اهي الحلوه. ماشي، صلوا على النبي كده واذكروا الله. طبعا الطماطم بتاعتنا هي الفريش ضربناها وصفيناها. اهم حاجه تصفوها بس ايه من القشر والبذر بتاعها. صليتوا على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد واهل سيدنا محمد. تاخد بقى ايه التسبيكه بتاعتها يا غوالي، يكون احنا عملنا الرز. وبعدين ايه لما تتسبك وتبقى مية مية نرموا عليها ايه، نحط فيها اللهم صل على سيدنا محمد واهل سيدنا محمد الباميه بتاعتنا. بصوا الباميه بتاعتنا بقى باميه فلاحي وجميله ما شاء الله. قمعناها اهي وغسلناها قبل ما نقمعوها علشان ايه ما تنزلش ايه المخيط بتاعها. نعمله بقى ايه الرز بتاعنا. خليكم معايا كده ايه خطوه خطوه يا احلى اخوات في الدنيا. طبعا الرز بتاعنا غسلناه غسله حلوه اهو، والميه بتاعتنا حطيناها تغلي. طبعا يا احلى اخوات في الدنيا تسبيكه الباميه اتسبكت بقت جميله اهي. طبعا ودي الباميه بتاعتنا اهيت ما شاء الله، شطفناها بردك شطفه حلوه. احلى اكله باميه على طريقه الحاجه ايه الحاجه والدتي الله يرحمها رحمه الله عليها.
ويرحم امواتنا، اموات امة اجمعين، يرحم امواتكم وامواتنا يا رب. ايه رايكم بقى في الجمال؟ طبعا تستوى بقى ايه، تخش في السوا وادق التوم وارميه عليه. الله المستعان. توم عندك شويه، انا حطيت ايه مع اللحمه المفرومه، كان عليها كزبره خضراء. طبعا مش حاطه بقى ايه كزبره ناشفه. وكل واحد ايه على ما يحب يا اخواتي، يا احلى اخوات في الدنيا. ايه رايكم؟ الباميه خضراء وجميله بسم الله ما شاء الله. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم يا رب. وده الرز بتاعنا اهو بيغلي. ماشي. نسيبوه ايه بقى ايه لما يشرب كده ويستوى مع نفسه، ونحطوه على العين الصغيره دي انا مولعاها اهي، ويستوى بقى براحته. وطبعا في طبقين في الحوض اهوت، الدنيا رايقه حوالينا اهو. في طبقين في الحوض هشطبهم واوريكم ايه الكومبليه بتاعنا حبايب قلبي. طبعا يا حبايبي الباميه بتاعتنا استوت اهي. ودي ايه معلقه الثوم. لازم ايه معلقه الثوم تتحط في الباميه لما تخش في السوا. بسم الله ما شاء الله. استوت اهي وبقت مية مية. تاخد لها بس غلوه واحده بالثوم وايه ونطفوا عليها. ايه رايكم في الجمال؟ احلى باميه اسكندراني، وفي قرن فلفل كمان حامي جميل اهو، وخضره وجميله بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد واهل سيدنا محمد. بصوا ده يبقى دوب ازاي. تاخد بقى ايه غلوه واحده بس بالثوم علشان الباميه تشرب من الثوم بتاعها. وده اكلنا معاكم النهارده. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في الاشتراكات واللايكات وتجدعنوا معانا يا احلى اخوات في الدنيا. وده طبعا الايه السلطه بتاعتنا، انا حطاها في الميه غسلاها غسله حلوه وحطيتها ايه في الميه، وليمون وطماطم وخيار ونعمه ورضا للي يرضى. ما تنسوناش في الاشتراكات واللايكات احلى اخوات.